لا لا ياك سنايا السلام عليكم الخوت، راكم ديما بخير. مرحبا بكم في الحلقه ديالنا. شوفوا شي بلاصه كترتاحوا فيها، ظلموا ليا المكان وزيروا، راه غنعيشوا الخلعه افون. ما نطولش عليكم، سير على الله. ناضوا البنات حتى 12 ديال النهار بحكم انهم ما نعسوش بالليل. جات ميطو حطات لهم الفطور وجدات ياسمين عنقاتها وبدات كتقرا عليها شي شويه ديال القران. في ديك الساعات حبسات ياسمين الماكله وبدات كدير داك الصوت اللي كيخلع بحال صوت شي كلب مسعور اللي كيبغي ينقز على شي حد. نادا في ديك الساعات بدات كلها كترعد وعينيها تقلبوا. مني حبسات ميطو القرايه وما كملتش حتى 5 دقائق، في ديك الساعات رجعوا عادي كياكلوا كأن شيئا لم يكن. وبنات نادا كتسول ميطو كتقول لها مالك امي كتشوفي فينا هكا وانتي مخلوعه؟ ما قالت ميطو والو، سكتات باش ما تخلعش البنات، ولكن عرفت انه شي حاجه ما هياش. طلعت عند خديجه السطح اللي كانت كتنشر فيه التصبين وساهيه مع راسها ومرفوعه وكتفكر. حطات ميطو يديها على خديجه وقالت لها دابا غادي تقولي لي شنو واقع وما غاديش نتفرق معاك حتى تعاودي لي كل شيء بالتفاصيل. دابا راه البنات في خطر، فعلا راهم في خطر. دارت خديجه لعندها وهي مخلوعه وما لقات ما تخبي، وعاودت لميطو كل شيء اللي طرا في ديك الليله ديال البارح، وهي كتبكي وكتقول لها دبريني وقولي لي شنو ندير، راه عقلي غيوقف. بقات ميطو غير كتشوف وقالت لها خاصنا نعرفوا بعدا اول حاجه هادشي اللي وقع البنات شنو سبابه ومناش جا، باش نعرفوا نتصرفوا وما نخليوش البنات صغار يضيعوا بحال هكا. كنت شرحت لكم من قبل ان ميطو كانت من دار الشرفه وكانوا عندها كرامات ربانيين وملوكها مسلمين. خليني نشرح لكم شنو هي كلمه ملوك. كاينين بعض الناس اللي كيكونوا قاطعين يديهم من يد الله، مرافقينهم جنون، يعني مخلوقات من الجن اللي هما كيكونوا شريرين ومؤذيين واللي كيجعلوا داك الشخص بحال العبد عنده. وكاينين الناس مساكين اللي ما كيكونوا دايرين لا بيديهم ولا برجليهم، كيكونوا تخطاو شي حاجه او تسلطات عليهم شي حاجه اللي حتى هي من الجن اللي هو كيكون خايب واللي كيأذي بنادم في الحياه ديالو. وكاين الناس اللي كيكونوا مسلمين وكيكون عطاهم ربي واحد الهاله اللي هي في شكل، وكيكونوا ناس اللي مختارين من عند الله كيكونوا مرافقين معاهم ما يسمى بجنون مسلمين او الملوك. يعني هادو كيكونوا مرافقينهم من الصغر ديالهم، كيحميوهم كيعاونوهم، ولا كانت شي حاجه غادي تاذيهم هما كيحبسوها على داك بنادم اللي هما مرافقينه. المهم داز داك النهار وبالليل مورا العشاء ناضت ميطو توضات وصلات شي ركيعات لله سبحانه. تلقات العود والمسك وبدات كتبخر بيتها وهي كتقرا في سوره البقره والاوراد الليليه. فاش كتبغي ميطو تعرف شي حاجه كدير هكا، كتقيم الليل وكتقرا بزاف ديال القران والاذكار حتى كيقرب الفجر وكيجيها الرؤيه ما بين نعاس وفياق. حيتاش ميطو كيف ما قلت لكم كانت واحد المراه اللي هي ربانيه وكان عندها داك المبدا اللي كيقول اذا سالت فاسال الله، وهذا مبدا خصو يكون عندنا كاملين. وفعلا داكشي اللي كان درات ديك الليله لله سبحانه وتعالى، ومع قروبيه الفجر وما بين نعاس وفياق عمر عليها البيت بالضبابه بزاف، ولات الرؤيه فيه مستحيله مع انه كانوا شي لامبات مشعولين حداها والضو ديالهم كان مجهد. وتزيرات ميطو بزاف ولا الجو ديال البيت ثقيل ومزموت وبزز باش كتقدر تطلع النفس،
وبزز باش كتقدر تحل عينيها. وبدات كتحقق، كتحقق مع في البيت، كتحقق في السقف، كتحقق في داكشي اللي داير بها. كتشوف بحال شي كتله ديال الدخان داخله، واحد الكتله ديال الدخان داخله ومشكله في واحد الهيكل عجيب، ما تقدرش تفرج داكشي. واش داكشي الشكل ديالو عباره عن شكل بنادم ولا حيوان ولا شي حاجه اخرى. الشكل ما كانش واضح، ولكن داكشي كان كيقرب، وديك الهاله كانت كتقرب منها. وميطو غادا وكيتزير قلبها، ولكن ما خايفاش اصلا. ميطو ما كانتش كتخاف، حيت كانت مولفه انها مره كيبانوا لها شي حوايج وكيبانوا لها شي اشياء اللي هي غريبه. داكشي كان غادي وكيقرب من ميطو غير بشويه. هي تكات وترخات باش تزيد تفهم شنو واقع. قربت من هذيك الهاله اللي كانت عاطيه منها واحد الحراره سخونه بزاف، بحال اللي مقرب شي مجمر لوجهك. فداكشي قرب لودنيها وكتسمع ميطو شي وشواشات غريبه وشي كلمات صعيب باش تفرزها وباش تعرف اشنو كيقولوا. في ديك اللحظه حاولت ميطو تزيد ترخى وتزيد تركز في داك الصوت، حيتاش كان خاصها تفهم شنو واقع. ومن بعد اللحظات حاولت تفرز جمله وحده اللي قدات تعرف، واللي كانت كتقول بواحد الصوت اللي هو غريب بزاف ومخيف في نفس الوقت: الولد المعهود غيحل السر المدفون، الولد المعهود غيجبد كتاب العهود. وفي ثواني معدودات اختفى داكشي، ولا البيت ما فيه حتى شي حاجه. كاع ديك الضبابه وديك الحراره اختفت. وناضت ميطو من فراشها كتحاول تفهم شنو معنيت داكشي، واش هو طلب ولا تحذير ولا غادي توقع شي مصيبه. قررت تعاود نفس الطقس غد ليه مباشره باش تزيد تفهم الموضوع. قالت مع راساتها حيت ما عرفاتش شنو خصها دير ولا شنو خصها تكتب ولا الخطوه الجايه شنو خصها تكون. فحاولت انها تعاود نفس الحاجه شنو دارت البارح في نفس الليله باش تحاول تعرف تفاصيل كتر وتفهم الموضوع بطريقه اوضح من داكشي اللي فهمت هي في ديك اللحظه. المشكله هي عاود عمر عليها البيت بالضبابه والدخان، ولكن ديك الهاله كانت مختلفه بزاف على الهاله اللي كان شافت البارح. هذاك الشيء كان كحل. ديك الهاله يعني بغيت نقول انها كانت كحله بزاف وخا في الظلام، وكيبان فيها بحال واحد الطشاش ديال العافيه. ومني كتحقق مزيان كتلقى بحال مجبر مهزوز ما بين فطا وهو. تخيلوا معايا هذا المنظر: دخان كحل وكيبان لك مجمر مهزوز، ما هزو حتى شي حد، مجمر محطوط هكاك في الهواء وعاطيه منه واحد الريحه اللي هي خايبه. ولكن هاد المره ما سمعات والو، غير صوت ديك الوشواشات اللي غادي وكيزيد. ومني كتزيد ميطو تركز وكتحاول تسمع، كتلقى بحال واحد الصوت بعيد ديال الغوات. ومن بعد صافي اختفى داكشي، تفاجا الجو. واول حاجه دارتها ميطو هي كتبات ديك الجمله وحطاتها في شونها. كتباتها باش ما تنساهاش وباش ما يمشيوش لهادوك الكلمات من عقلها. وناضت صلات الفجر، حيت هذاك الشيء كان كيختفي مع ملي كيقرب وقت ديال اذان الفجر. وفي الفطور كحزات عند خديجه وسولاتها: واش ما طرا والو البنات هاد جوج ليلات؟ ما شفتي والو، ما حسيتي بوالو، ما غوتو، ما فاقوا بالليل، ما حتى شي حاجه؟ وقالت لها خديجه: لا، هاد الساعه ما طرات حتى شي حاجه، ولكن غير سكتي ميطو، رانا مشوشه بزاف على البنات وكنفكر في شي حل وعقلي ما بغاش يوقف من التفكير. قالت ليها: نوضي لبسي عليك ولبسي البنات، خاصنا نمشيو لواحد البلاصه. قالت لها خديجه: فين؟ جاوبتها ميطو: نوضي جمعي الوقفه وبركه من الهضره الزايده، نوضي خصنا نشوفوا شي حل يكون سريع، شي حل خصنا نلقاوه في هاد الايامات، راه البنات في خطر. في نظركم فين غادي تمشي ميطو خديجه؟ وعلاش هاد المره ما كانش ديك الرؤيه ديالها كيف ما الاول؟ كانت الرؤيه كتخلع وكان فيها غير دخان كحل وريحه خايبه. وفي نظركم واش غادي يديو معاهم الغالي لهديك البلاصه؟ واش ميطو غادي تلقى بصح شي حل خديجه وبناتها ولا لا؟ هادشي كله غادي نعرفوه في الجزء الماجي ديالنا. كونوا في الموعد. خليتكم على خير. السلام عليكم.